راكودا في شارع المعسكر الروماني عامل ضجة كبيرة قوي عشان هو مش أي كافيه عادي. مساحته حلوة قوي، ديكوريشنز بتاعته تجنن. طلبنا شوية أكل بقى، تعالوا أوريهم لكم. طلبنا بيتزا وباستا وطلبنا برجر. أبدأ بقى بالبرجر والصوص اللي شكله تحفة. ده البرجر كان غرقان في الصوص زي ما انتوا شفتوا كده، وبجد كان طعمه حلو قوي قوي قوي. بينزل معاه فرايز وبينزل معاه طبعا الصوصات اللي كلنا متعودين عليها. تاني حاجة كانت معانا وهي الباستا الألفريدو، ودي من أكتر الحاجات اللي فاطمة بتحبها وكانت عجباها جدا جدا جدا. تعالوا بقى لعركة البيتزا اللي احنا كنا فيها، وكنا بنخطف البيتزا من بعد حرفيا بجد، لأن كانت غرقانة بالجبنة وكان طعمها جامد. يلا بينا بقى على اختراعات راكودا والحاجات اللي هو بس اللي بيعملها. طبعا بدأت كده بالكابتشينو، وده عادي جدا أي حد في الدنيا بيعمله، بس الاسبريسو بتاعهم تحفة. وده بقى مشروب كده طاقة مش أي حد بيعرف يعمله. فلات وايت بتاعهم كان يجنن، والايت شوكليت كمان كان مظبوط قوي قوي. تعالوا بقى اوريكم الاختراع اللي بجد اللي هو يعني مفيش منه تاني خالص. ده عبارة عن كريب ده متقطع بطريقة إيطالية كده، وغرقان بصوص الشوكليت زي ما انتوا شايفين قدامكم، وكمان في ايس كريم شوكليت مودياه في حتة تانية خالص. بجد راكودا عظمة، عامل اختراع يجنن. بجد جري على راكودا، ويلا بينا هستناكم هناك نجرب الكريب مع بعض.